رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أحسنتم يا سيد على هذه التلاوة الطيبة، ما هذا الإبداع وهذه الجمالية يا سيد. أحسن الله إليكم أستاذ العزيز. طبعا أولا نحن نتشرف بك يا سيد بمجيئك من محافظة ميسان العمارة واستقبالك لدعوتنا ومجيئك إلى استوديو قناة الأنوار الفضائية. سيد، أسألك متى بدأت هذه العلاقة الوثيقة بين السيد هاشم الجزائري وبين القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بداية الأمر أشكر قناة الأنوار على استضافتها لي، وأشكركم أستاذ يحيى. شكرا جزيلا. نسأل الله يحفظكم ويحفظ الأخوة الموجودين في الكادر. بدأت علاقتي مع القرآن منذ المرحلة الابتدائية، حيث كنت وبحمد الله سبحانه وتعالى أقدم في اصطفاف المدرسة في يوم الخميس، كانت يوم اصطفاف رفعة العلم، أقدم لكي أقرأ أو أفتتح الاصطفاف بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ما شاء الله. ومن هذه المرحلة، مرحلة الابتدائية، بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت هذه الاستمرارية والتطور بتلاوة القرآن والتمعن بآيات القرآن الكريم. يعني لماذا أنت اخترت من بين الطلبة لقراءتك لتلاوة القرآن الكريم في الاصطفاف؟ كنت أجيد التلاوة، كنت منذ صبايا لدي صوت جيد، فكان الأساتذة والمعلمين والمعلمات الموجودات في المدرسة كانوا يستحسنون صوتي، لذلك يقدموني في تلاوة القرآن. ما شاء الله. ولكن بعد هذه المرحلة هل طورت قابليتك يعني ونميتها بدخولك إلى دورات قرآنية؟ نعم، دخلت دورات قرآنية كثيرة، من ضمنها دورة في محافظة ميسان، حيث درست عند الأستاذ عبد الأمير العماري، أخو الشيخ المرحوم عبد الزهر العماري رحمة الله عليه، وكان قد أعطانا درسا في أنغام القرآن الكريم. وبعدها دخلت عدة حلقات عند الأستاذ الحاج صاحب العطار أستاذ المقام في مدينة بغداد في الكاظمية المقدسة في جامع الهاشمي، وبذلك استمريت يعني في تلاوة القرآن بهالصورة هذه. جميل. ولكن من كان صاحب الفضل عليك بمجيئك وإتيانك إلى المجال القرآني؟ كان الفضل الكبير لوالدي المرحوم السيد إسماعيل السيد سلمان الجزائري رحمة الله عليه. كان دائما يشجعني على تلاوة القرآن ويأخذني معه إلى المسجد ويقول: يا بني اقرأ. كنت حينها صغيرا فأقرأ بصوت منخفض، قال: يا بني أعلى صوتك، يعني أريد أن أسمع بصوت عال منك تلاوة القرآن. ورحمة الله عليه كان دائما يشجعني على تلاوة القرآن. ومن خلفه والدتي، الآن والدتي طيبة، لكن والدي توفي قبل فترة في سنة 99. فكان لهم دور كبير وفضل كبير في تلاوة القرآن.